بتسمعوا اليومين دول عن سلالات جديده لكورونا، والناس بتتكلم انه وزاره الصحه نزلت اوريدي، ده الكلام ده يوم الخميس اللي فات، انه في حالتين مؤكدين من السلاله الجديده. فالناس مخضوضه، هل هيحصل لنا زي اللي حصل زمان ولا المفروض نعمل ايه؟ احنا عندنا 3 حاجات هيحصلوا الشتاء ده، وطبعا الله اعلى واعلم يعني باللي هيحصل. عندنا الانفلونزا الطبيعيه اللي بتيجي وساعات بتقلب مع الاولاد بادوار صعبه، وساعات بتجيب مثلا نزله شعبيه او بعد الشر في حالات نادره جدا الالتهاب الرئوي، ده اللي هو العادي بتاع كل شتاء. زياده عليه السنه دي احنا عندنا حاجتين. نمره 1 عندنا سلاله كورونا، نمره 3 عندنا الفيروس المخلوي التنفسي. الفيروس المخلوي التنفسي ده كان زمان بيجي، هو طول العمر بيجي، يعني مش حاجه جديده علينا، بيبقى خطر على الرضع بالذات الاطفال اللي صدرهم بيبقى تعبان، ودايما الناس بتتعايش معاه، في حالات بتبقى صعبه، في حالات بتبقى معقوله وماشي الحال. انما احنا من السنه اللي فاتت شفنا حده للفيروس المخلوي التنفسي يمكن ما شفناهاش قبل كده خالص. ليها علاقه، يمكن بعض الناس بتفسرها انه الاطفال مناعتهم ما بقتش زي زمان، لانه الفتره بتاعت حبسه كورونا خلت الاطفال ما تتعرضش بشكل دوري لانها تخرج وتقابل فيروسات وميكروبات تانية، فالعيال مناعتها كانت ضعيفه، فتروقوا السنه اللي فاتت لو تفتكروا الفيروس المخلوي التنفسي. فالفيروس المخلوي التنفسي لسه معانا السنه دي مع الانفلونزا العاديه اللي هو صعب شويه. ونمره 3 عندنا الكورونا. الكورونا ايه حكايتها؟ هي الكورونا ما خلصتش اصلا، طول الوقت الكورونا موجوده، انما بتعمل ايه؟ كل شويه بتنزل متحور جديد. يعني ايه متحور جديد؟ يعني هي نفسها الفيروس ناصح يغير في نفسه علشان يقدر يعدينا ويأثر في مناعتنا. لما بيغير في نفسه، ودي من رحمه ربنا، ما بيبقاش بالحده بتاعت زمان، بس بيقوي قدرته على الانتشار اكتر. فكل السلالات اللي جايه جديد بتعدي اكتر بشكل اكبر. يعني لو انا مثلا في اوضه انا عيانه هعدي مثلا 8، زمان كان ممكن اعدي 2 أو 3، فهي بتعدي اكتر. بس الحمد لله عدد الاصابات وعدد الحده والحالات اللي بتدخل المستشفيات اقل. ده الطبيعي بتاع سلالات كورونا. هي كورونا ما وقفتش، احنا اخدنا التطعيمات، فبالتالي السيطره على كورونا بقت احسن شويه. وبعدين جالنا اول السنه دي السلاله اللي جت اول السنه ممتده معانا طول السنه، كان اسمها اكس بي بي، عشان الناس فاكره ان كورونا كانت اختفت ورجعت تاني. لا، كان معانا حاجه اسمها اكس بي بي بتصيب بعض الحالات وقليله. هنا في مصر لا، دي الارقام العالميه اللي بتتسجل لمنظمه الصحه العالميه، لانه بره بيقيسوا اكتر بكتير الحالات وبيعملوا تحاليل كتير. من اول جولاي اللي فات اللي هو شهر يوليو، شهر 7، بدا يظهر حالات كتيره قوي متسارعه لسلاله جديده اسمها EG5. EG5 دي الناس فاكره انها مرتبطه بمصر، هي ملهاش اي علاقه بمصر، هي منتشره بره اكتر بكتير من مصر. مصر حالتين مؤكدين، ممكن يكون في حالات اكتر طبعا مش محلله وموجوده. يعني ملاحظاتنا انه في ناس فعلا حوالينا بقى بيجي لها كورونا زي زمان، بس هي EG دي ده مجرد حروف المنظمه الصحه العالميه ادتها لها، وبعض الناس في تويتر بتربطها بقى بآلهة يونانيه للشر والغضب وحاجات كده، ملناش دعوه يا محيي. المهم ان لما بدات تظهر في شهر 7 اللي فات، منظمه الصحه العالميه بدات تتابعها. هي كالعاده زي اي سلاله الكورونا بتلاقيها الاول ظهرت في اسيا، لناحيه بقى الصين والحاجات الجميله اللي بيجيبوا لنا كل الخيرات، وبعدين تروح تنتشر تبان قوي في امريكا، تبان في الاتحاد الاوروبي، فاحنا نعرف، فيبتدي الناس بتسافر من بلاد كتير فتبتدي تجيلنا احنا ونكتشفها. فلما تكون هي النهارده البيك بتاعها هناك في امريكا او في انجلترا او في البلاد دي، هي لسه مش البيك بس يعني بدأ يظهر بشكل كبير، نبقى عارفين ان احنا على ما تعلى عندنا في مصر هتاخد شويه. عشان الناس فاكره انه طالما وزاره الصحه قالت هم حالتين يبقى هم حالتين. لا حبايبي، دول حالتين دلوقتي اللي بس عملوا التحليل، في ناس كتير في بيوتها مش عامله التحليل، فاحنا على ما ندخل الشتاء ممكن يبقى اكتر. طيب هي عامله ازاي يعني السلاله بتاعت EG5؟ يعني تستحق كل اللي بنقوله ده والرعب؟ لا، ما تستحقش اي رعب، لانه هي صحيح بتنتشر اكتر. يعني التقرير اللي اتعمل من 3/7 لغايه 31/7 من منظمه الصحه العالميه نشريه، وهحط لكم المراجع برضو عشان التوثيق، بتقول ان في حوالي 1,000,000 حاله، في منهم حوالي 3000 وفاه، دول المؤكدين. انا بس عشان ابقى معرفاكم انه كورونا اصلا على مستوى العالم من ساعه ما بدات عملت 7 مليون وفاه.
فما نقول ان في 3000 حاله وفاه حصلت، ده طبعا رقم مؤسف جدا، بس هو مش الرقم المرعب. عدد حالات دخول المستشفيات زادت عن ذي قبل، يعني في يوليو زادت عن اللي كان في يونيو ومايو وقبلهم، بس ده مش معناه ان الحالات دي ازيد من زمان، لا. لما بنيجي نقارنها بالسنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها بيبقى الحمد لله من رحمه ربنا ان هي اقل حده. فاحنا قدام سلاله بتعرف تنتشر كويس، بس الحمد لله ان السلاله دي الحده بتاعتها مش زي زمان. مين اللي بنخاف عليهم اكتر؟ كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، والاطفال الصغيرين، والناس اللي عندها التهابات في صدرها، الاطفال اللي احنا على طول ماسكين جهاز التنفس والنبيلايزر وبنعمل لهم، العيال اللي عندها ربو، العيال اللي اتولدت بدري ولسه طالعه من الحضانه، العيال اللي بتدخل في التهابات رئوي، دي العيال اللي بنخاف عليها اكتر حاجه في الدنيا. طيب هل في تطعيم لكورونا؟ في تطعيم لكورونا موجود، واللقاح لسه موجود، ما اختفاش من الدنيا. وفي دايما زي لقاح الانفلونزا كده، تطعيم الانفلونزا دايما بيتجدد كل سنه. فتطعيم الكورونا السنه دي بيتجدد، وهينزل في الفول او في الخريف بره في امريكا والدول التانية، في اوروبا والدول المتقدمه. طب هل ده ينفع مع السلاله دي؟ اصل في ناس بتقول السلاله دي لسه نازله في شهر 7، هل التطعيم ينفع معاها؟ التطعيم لما اتعمل على السلاله بتاعه الاكس بي بي اللي انا بقول لكم ان هي منتشره من شهر يناير. في توافق كبير قوي ما بين، الحمد لله يعني، ما بين سلاله الاكس بي بي وسلاله الاي جي 5 اللي احنا بنشوفها او هنبتدي نشوفها كتير. فبالتالي التطعيم هيديكي مناعه كتير. ما بترضعي الطعامي، انا اتطعمت وانا برضع مرتين، لانه دي الحاجه الوحيده اللي بتدي بنتي مناعه، عشان لما جالنا الدور، لانه انا جالي كله كورونات، عشان انا بشتغل اصلا في المجال الطبي بلقط من الهوا. فاحنا اتروقنا كلنا في البيت. لا طبعا التطعيم فرق معانا، الحده بقت اقل بكتير. انا فاكره الموجه الاولى دي انا اتدهولت يعني. لا طبعا بيفرق. ما بقيناش خايفين من التطعيم زي زمان. فقدموا يا جماعه، عايزين، لانه التطعيم على ما بيجيب النتيجه الحلوه ويبتدي يعلى في الجسم بناخد لنا 3 شهور، مش اللي هو النهارده هطعم فحس ان انا خلاص جسمي اخد المناعه الكافيه. نمرة 2 في تطعيم المكورات الرئوية. تطعيم المكورات الرئوية ده مهم جدا جدا، ومش من التطعيمات الأساسية، من التطعيمات الإضافية اللي بره الصحة، اللي في ناس كتير فاكرة انها مش أساسية. لا يا حبايبي، هي أساسية جدا، بس للأسف لعدم توفر الإمكانيات المادية ممكن تكون ما بتتاخدش في الصحة. انما الحقيقة ان هي مهمة جدا، المكورات مهمة جدا. بنبتدي نديها للأطفال اللي عندهم شهرين، وبنبتدي يمكن بنستنى عليهم شويه بعد تطعيم الصحه باسبوعين وياخدوها هي والروتا. بنبتدي نكرره لانه ليه جرعه تانية منشطه. اللي ما خدوش ابنه تم سنه، في بعض الاطفال بتحتاج تعيده تاني، لانه بيبقى عندها مثلا ربو، مشاكل في الصدر، بتتعب كتير، فده بيفرق معاهم جدا، فما ننساهوش بعد اذنكم. نمره 3 تطعيم الانفلونزا. في ناس هتسال عليه، هينزل تطعيم الانفلونزا، ينفع ان هو يتاخد، في منه بعض الحاجات مناسبه للاطفال بس اكبر سنا، مش الرضع الصغيرين قوي اللي لسه مولودين. ممكن يتاخد، بيجيب نتائج، مش بيمنعنا ان احنا يجيلنا برد، عشان نبقى بس واقعيه، بس لما البرد بيجي بنبقى ارحم شويه من البرد الاقوى. بينفع مين قوي وبيبان في مين قوي؟ للاطفال اللي صدرها تعبان او عندها مشاكل مناعيه، دي الاطفال اللي فعلا بتستفيد منه بشكل كبير جدا. طيب الفيروس اللي هو المخلاوي التنفسي، اللي هو انا بقول انه روقنا السنه اللي فاتت جامد، وانه متوقع انه شويه يتعبنا السنه دي، ده حله ايه؟ ملوش تطعيم، حله الوقايه، اننا بس ناخد بالنا من مشاكل، اللي هو ان انا اقعد جنب حد بيعطس، البوس، دي كارثه. احنا نتوقع ايه؟ نتوقع ان احنا بدايه من شهر 10 الجاي، او يعني 9 10 اخر 9 اول 10 هنبتدي ندخل في ادوار التعب. انا مش ضامنه 100%، انا مش بقول توقعات غيبيه، انا بقول اللي معتاد يحصل كل سنه. السنه دي هيبقى اصعب شويه، لانه عندنا سلاله من كورونا اوريدي موجوده ومنتشره، بدات تنتشر، هتكون وصلت لرقم. عندنا الفيروس المخلاوي التنفسي، فهو هيبقى برد يعني شويه صعب على الولاد. حلها ايه؟ نمره 1 حلها ان انا ارفع مناعتهم من النهارده، ما استناش لما الكارثه تحل عليا واقول اعمل ايه مع العيال. فابتدي اشتغلي من النهارده على انك نمره 1 تظبطي النوم بالليل، الصحيان بالنهار، ده اهم حاجه للمناعه، ان العيال تنام كويس. نمره 2 اللي عنده انيميا يعالجها، بالذات في الاطفال، لان عندهم انيميا واحنا مش واخدين بالنا. نمره 3 اكل صحي، ونرمي الحلويات بقى ونخليها للويك اند. وبقول لنفسي انا بصور من عند ماما وبقول بصوت عالي عشان ماما تخف عليهم في الحلويات شويه.
نمرة 4 سيبوا التابلت والتلفزيونات والحاجات ولعبوا العيال رياضة، خليهم ان شاء الله يتحركوا يتنططوا شوية، ده هيجوعهم ويخليهم ياكلوا معاكم الخضار والفاكهة والحاجات. السمك اساسي ومهم جدا على الاقل مرتين في الاسبوع لو عايزين اطفال عندها مناعة عدلة تقدر تقاوم اللي احنا عامة، مش شرط السنة دي، تقدر تقاوم دايما الامراض. طب اطفالي ما بتاكلش سمك، يبقى انا اعمل حسابي ان انا اعوض الاوميجا 3. الاوميجا 3 دي عباره عن ماده بتقوي المناعه، بنديها موجوده في السمك، موجوده في زيت الزيتون وبعض الاكلات التانية، موجوده في ان انت تدي لو عندك طفل فوق السنتين تقدري تجيبي من السوق حاجه فيها اوميجا 3 حسب امكانياتك. لو بتاكلوا سمك يبقى احلى من ان انتوا تشتروا علب دواء. لو هتجيبي حسب امكانياتك، لو مثلا بتقدري تجيبي المستورده تبقى جامده جدا. امكانياتك انك تدفعي حوالي 100 جنيه مثلا، يبقى هاتي ايفاليكس شرب. امكانياتك اقل شويه ممكن تجيبي ان شاء الله يا ربي، لو امكانياتك 15 جنيه هتلاقي حاجه في السوق اسمها هالورانج. كله طبعا كل واحد على قد امكانياته يجيب اللي يقدر عليه. في منها اوميجا بتبقى محلاه، يعني اللي هي زي البونبوني كده، عشان السن الاكبر ما بيرضاش ياخد الاوميجا لان طعمها صعب قوي، اللي هي زيت كبد الحوت، فبنجيبها برضو اللي هي المحلاه بس ما بنكترش منها، وبناخد بالنا اننا ما نديش اوفر دوز، ما نديش زياده عن اللزوم، هو شهر ونوقف ونعتمد على الاكل الصحي. الفيتامينات بالذات فيتامين سي نبتدي نركز بقى مع ليمون برتقان لسه مجوش، انما عندنا مانجا فيها فيتامين سي بس بالعقل، عندنا فلفل احمر مليان فيتامين سي بس الناس مش عارفه، عندك البطاطا داخله من الحاجات اللي هتديهم برضو فيتامين الف. الفيتامين الف مهم جدا للمناعه بس الناس مش واخده بالها، فيتامين الف ليه جرعه تعويضيه لازم تتاخد للاطفال لغايه سن 5 سنين، ومش ناس كتير عارفه. كل 6 شهور لازم اروح الصحه ادي ابني جرعه فيتامين الف. لو انا بطلت اروح الصحه اخد التطعيمات وابني سنه كبر، بعمل ايه؟ بشتري من عادي حاجه كبسولات فيتامين الف اسمها ايفيتون، وبقوم فكه الكبسوله، استحاله الطفل يبلع الكبسوله، بقوم فكه الكبسوله ومطلعه اللي فيها واقصها او اسحب بسرنجه بس القص اسهل، واقوم حطها على اللبن على عصير، او الطفل افضيها في بقه المحتوى بتاعها جواه في بقه وخلاص. المفروض ادي كبسولتين كل 6 شهور، ده اقل حاجه المفروض اديها. الاطفال اللي سنهم لسه بيروح التطعيم في الصحه لا ما تديش من نفسك، خليهم ياخدوا في الصحه عشان ما يبقاش في دبلره، انت اديتي والصحه ادت. طيب الاطفال اللي فوق 5 سنين نسيبهم يعني كده من غير حاجه؟ لا نديهم، بس نديهم اكل غني بفيتامين الف، اللي هو اللحمه الحمراء، الكبده للاطفال اللي بتحب الكبده حتى لو كبده الفراخ، ويا سلام لو فراخ بلدي، البطاطا، القرع، الجزر، اي حاجه لونها برتقاني هتلاقي فيها فيتامين الف، فركز معاها. طب انا ابني لا بيرضى ياكل حلويات خضروات ولا فواكه ومطلع عيني، ممكن مؤقتا امشيه شهر على مالتي فيتامين اجيبه من السوق، اي فيتامين، هاتي مثلا سانسوفيت، اي حاجه مش شرط حاجه معينه. في حاجه اسمها سانسو اميون دي عباره عن شويه مواد بتستخدم لرفع المناعه بتاعه الجهاز التنفسي للاطفال، جواها فيتامين سي على ايكاينيسي شويه اعشاب حاجات كده، بتتاخد من امتى؟ مش قبل 2 سنين. وبرده يا جماعه كل الازايز اللي بقول عليها دي تتاخد لمده شهر ووقفها، كل الازايز اللي بقول عليها دي ما تجيش حاجه جنب فطره ربنا الطبيعيه والاكل الصحي اللي هو افيد من 1000 حاجه، فانا اخدها مؤقتا اوكي، اعتمد عليها طول الوقت العيال هتضيع. العيال اللي ما بتاكلش يا جماعه احنا محتاجين نوقف حلويات، نوقف تلفزيونات عشان يشتغلوا يلعبوا فيجوعوا، نقسم الوجبات لطعام اصابع معروض قصاد عينيهم، جزر متقطع، خيار متقطع، تفاحيه مقشراها ولا حتى مش مقشراها وسايباها قدامهم، مش لازم فطار غدا عشاء، ثبتي مواعيد اكل كل 2 ساعتين، وعالجي الانيميا. نص العيال 40% حسب الاحصائيات منظمه الصحه العالميه، 40% من العيال عندهم انيميا، يعني الفصل اللي فيه 20 طفل في 8 عندهم انيميا. الانيميا هتخلي العيال مش بس ما تاكلش، الانيميا بتخليهم ما يطولوش وما يبنوش وزن ومخهم ما يكبرش، فتلاقي الطفل رايح المدرسه مش مركز وسرحان وما بيتطورش. فمهم قوي ان انا اروح اعمل التحليل، ولو لقيته ناقص ما اروحش اعالج مع نفسي، اخد بقى التحليل لان ده ابني، صح، مهم بالنسبه لي اخد التحليل واطلع على دكتور الاطفال هيبص على حاجات كتير جوه التحليل، انتوا بتبصوا بس على الهيموجلوبين، الحقيقه ان صوره الدم فيها حاجات كتير قوي بتفرق، ويعالج صح 3 شهور علاج بجد.
الاطفال اللي بترضع طبيعي من اول 4 ل6 شهور بنبتدي نديهم حديد، لانه لبن الام ما بيبقاش فيه حديد يروح لهم، فالعيال بيجي لها انيميا. بندي الاكلات اللي فيها حديد طبعا، اللي هي مثلا بنجر، تمر، لحمه حمراء، كل ده بندخله من اخر السادس. انما لازم يبقى بياخد كل يوم على الاقل ربع قطره حديد، وبتتحسب على اساس ايه؟ على اساس وزن الطفل وعلى اساس ظروفه. في اطفال عندها ارتجاع الدكتور بيأجله لها شويه، بندي الحديد ونيجي على التاسع نحلل. المفروض الصح اننا نحلل على التاسع. هنا في مصر بنحلل عند السنه، بتروحي طعامي تطعيم السنه ويقولوا لك اطلعي فوق حللي. اخر بقى وصيه مهمه جدا ومحدش واخد باله منها، فيتامين د. الناس بتتعامل على فيتامين د علشان المناعه، علشان العظم والسنان. تلاقي الامهات مركزه هي والكالسيوم على السنان والعظم. الحقيقه ان ولادكم مش ناقصهم كالسيوم، ولادنا عايشين على اللبن، بيرضعوا لبن. في حد عايش 24 ساعه على اللبن تقلقي عليه في الكالسيوم؟ هو بياخد الكالسيوم منك انت، حتى لو من عظمك انت. المشكله ان مفيش فيتامين د. فيتامين د ده هو اللي بياخد الكالسيوم ويرسبه صح ويعمل له توازن صح في الجسم. فيتامين د مهم جدا للمناعه. تفتكروا ايام كورونا الشديده كان اول حاجه نفكر فيها هي فيتامين د، نكتبه، وزنك نكتبه. فيتامين د ده المفروض الطفل الصغير اللي لسه مولود من اول يوم بيتولد فيه الدكتور بيكتب له نقط فيتامين د، وعلى ما يكبر بعد السنه بيبتدي ياخد 6 نقط. وفي اطفال ممكن تاخد اكتر من كده، الدكتور بيكتب لها لغايه ساعات نص قطره لو الام عندها نقص شديد، لاننا محجبات، وفي كتير مننا حتى اللي مش محجبات ما بيتعرضوش للشمس خالص فتره كافيه علشان فيتامين د نقدر نستفيد منه. انت كأم فيتامين د عندك ناقص جدا جدا جدا، ولو حللتيها تشوفي مأساة في الارقام. واخد من عظمك وعامل لك اكتئاب، وبيساعدك انك تتخني اكتر من غير ما تخسي، وعظمك وجعك، جسمك كله وجعك. وفي امهات بتوصل ان اسنانها بتقع من قله فيتامين د. صلحيه يا حبيبتي عشان يروح للطفل صح في اللبن، فابنك يقدر يستفيد ويسنن صح ويمشي في الوقت المظبوط. الاطفال اللي سنها اكبر وبتروح حضانات محتاجه فيتامين د. لو ما بتتعرضش للشمس كل يوم على الاقل نص ساعه، جسمها كله باين، يعني ايديها ورجليها مثلا باينين في شمس مباشره، وده بيبقى صعب لان العيال بتطلع الجاردن حتى الساعه 12 الظهر في الحضانه، اللي هو وقت ما فيهوش اي شمس، وقت شمس حارقه جدا، فما بيقدروش يقعدوا فيها، فبيدخلوا تحت الضله. فانا ابني لو ما بيتعرضش للشمس اديله انا في البيت ال6 نقط. هيعملوا له ايه ال6 نقط؟ يعني عمرهم ما هيكونوا جرعات سامه، يعني احنا بندي اكتر ساعات كتير، مش مشكله. وانتي كواحده كبيره لو مصلحه حتى فيتامين د لازم تبقي طالما ما بتشوفيش الشمس محتاجه كل يوم 8 نقط. ده مهم جدا علشان خاطر المناعه. حاجه كمان مهمه، الزنك ده موجود فين؟ موجود في اللحمه الحمراء، موجود في الفول والطعميه اللي على قدنا، عشان الناس اللي مش قادره تجيب لحمه حمراء. مهم جدا جدا عشان المناعه تشتغل. نقلق من الشتاء؟ لا، ما نقلقش من الشتاء، وده يعني اول شتاء يعدي علينا هنتعزل؟ لا ان شاء الله مش هتوصل لانها هنتعزل. خلاص يا جماعه بقى، الايرا اللي احنا عايشنا فيها زمان دي ان شاء الله ما تتكررش تاني. العيال هتخرج هتخرج، بس هتخرج في اماكن فيها اوبن اير، يعني مفتوحه، ونغسل ايدينا ونستخدم اننا مش لازم كحول، بس نغسل ايدينا باستمرار. الطفل اللي بيعطس يتعلم ازاي يعطس صح في المدارس. المدارس هتقف؟ ما اعتقدش ان المدارس هتقف، ما اعتقدش، هي الحياه هتمشي. والعيال اللي هتتعب يا جماعه نداء ارجوكم، اللي عندها عيل تعبان تقعده في البيت، ما توديهوش لحضانه ولا مدرسه تاذي خلق الله. الله يكرمكم. الثقافه بتاعه البوس بتاعه البيبيات، مفيش بيبي المفروض يتباس، مفيش حد يجي يزور ابني يبوسه. اللي عايز يبوسه يبوس ايده من فوق، يطبطب عليه، يلعبه، يغنيله، انما مفيش بوس. ودي حاجه ما بتزعلش في الايام اللي احنا فيها دي خالص. الرضاعه الطبيعيه، اللي عايز فعلا مناعه للعيال يلتزم بانه يكمل شويه في الرضاعه. الامهات اللي ضاقت بيها وخلاص عايزه تفطم، والله العظيم انا حاسه بيكي وعارفه قد ايه انت مش عارفه تنامي وطالع عينك وصعب جدا، بس عشان خاطري امسكي نفسك لغايه ما الشتاء يعدي، او على الاقل نص الشتاء يعدي. ما عندهمش حل تاني غير المناعه. انا شفت بنتي كبيره في كورونا، كانت صغيره لسه متولدتش في كورونا، الموجه الاولى قبل ما نعرف يعني ايه علاج كورونا اصلا، وانا كنت متبهدله وباخد كورتيزونات، كنت ضايعه. والحاجه الوحيده اللي نجدت بنتي ربنا كرمني بشويه الرضاعه. انا كنت بعمل المناعه وارضعها، فهي تحمي نفسها، فربنا بينجيهم بيكم. فمعلش اصمودي شويه، مش قادره تنامي، انا حاسه بيكي، اعملي فطام ليلي، ده ينفع. بنتك تمت او ابنك تم السنه،
هتلاقيني عندي فيديو للفطام الليلي، افتحي شوفيه وطبقي معايا، والله هتلاقي امهات كاتبه فينا عملته وارتاحت ومبسوطه وبتدعي لي وماشي الحال. حاجه كمان مهمه، عندك صعوبات رضاعه او انت لسه حامل وهتولدي، لازم تحلي مشكله الرضاعه، لازم تعرفي هتعملي ايه في الرضاعه، لازم ترجعي لاستشاريه رضاعه او متخصصه. ظروفك لا تسمح هتلاقي عيادات مجانيه في معهد التغذيه، ظروفك لا تسمح وانت في بلد تانية هتلاقيني عامله لكم فيديو لسه نازل امبارح. تاخدي بالك من ايه؟ اول خطوه كده بالراحه، وسلسله كامله حاضر معايا فيها استشاريين رضاعه ودكاتره محترمه جدا بتقول لكم تعملوا ايه علشان خاطر تظبطوا موضوع الرضاعه. اللبن الصناعي غالي جدا، انا مش بس بتكلم على الصحه، بقى غالي جدا جدا. في امهات جايه النهارده بتقول لي انا هدي لبن جاموسي او لبن بقري مخفف لاولادي عشان مش قادره اجيب لهم الصناعي وعشان مش عارفه اصرفهم الصحه. مفيش يا حبايبي قبل السنه لبن مخفف لا جاموسي ولا ولا بقري الطفل يشربه، بنجيب لهم انيميا. ليه؟ لان البروتين بتاع اللبن ده صعب عليهم، ما يعرفوش يهضموه. ربنا خالق معدة الطفل تقدر تهضم ايه؟ لبن ماما. اللبن الجاموسي او اللبن البقري تقيل، ما بتعرفش تهضمه، فالمواد التقيلة اللي موجودة فيه بتقفش في الحديد اللي كان هيفيد الطفل وتتخلص منه وترميه، فالعيال يجي لها انيميا. عشان كده ممنوع ان انا ادخل لبن بقري او جاموسي كشرب، انما ممكن على العاشر ادخله في الطبخ. اقول لكم على كنز بقى حوالينا واحنا مش حاسين بيه، البيض. البيض كنز للعيال، كله فيتامين د، فيه المواد اللي انت عايزاها، فيه البروتينات، حلو لعظمهم، حلو لاسنانهم، حلو لمناعتهم، على وشها تنور على ظهرها تنور، ورخيص. مش رخيص، مفيش حاجه رخيصه، بس منطقيا ارخص بكتير من حاجات تانية. في حاجه كمان، اللي عامله حسابها انها تبدا حضانات ما ينفعش تبدا شهر 9 ولا 10. هتدفعي الفلوس وهتلاقي الطفل قاعد جنبك نص الشهر، انا بقولك الحقيقه، عيان وقاعد معاكي في البيت. والحضانه اللي تسمح ان انت تبعتي ابنك وهو عيان ومناخيره على الاخر وبيكح وسخن، اعرفي انها بتسمح لغيرك، فابنك كمان في خطر. فالحضانه اللي تقفش عليكي وتقولك لا خلي ابنك عندك، والمدرسه اللي تقفش عليكي وتقولك خلي ابنك عندك، ده لمصلحتك، دول بيحافظوا عليكم زي ما بيحافظوا على عيال بيحافظوا على عيالنا كمان. ربنا يقويكم، انتوا جمال جدا جدا، بتعملوا الحاجات اللي العيال حاجات حلوه جدا، وما تسمحيش لاي حد في الدنيا يقل منك او يقل من اللي انت بتعمليه للولاد. انت السر ان البيت ده واقف على رجله، انت طول النهار طالع عينك في حاجات كتير قوي علشان اعصابهم تبقى مرتاحه وصحتهم تبقى كويسه. هي صحيح مش حاجات محسوسه بنكتبها، بس حاجات كتير مهمه. هو الحضن ده مش مجهود، والاحتواء ده مش مجهود، والزن مش مجهود، ووقفتك في المطبخ مع كل وجع القلب اللي انت سامعاه مش مجهود، وتطبيق المصاريف في الظروف الماديه اللي احنا فيها مع دخلة مدارس مع مصيف مع حاجات كتير قوي، بالنسبه مع كسوه شتاء مع حاجات كتير، ربنا يعين الناس. مجهود كبير قوي. انتوا جمال، رضعنا طبيعي، رضعنا صناعي، ناموا جنبنا، ناموا في سريرهم، فطمناهم عند السنه، فطمناهم عند ال10 سنين، هيفضلوا ولادنا بنحبهم وهنفضل امهات كويسين رغما عن انف اي حد في الدنيا. باي باي، مع السلامه.